السلام عليكم. منتخب مصر تأهل من مجموعته بثلاث نقط بثلاث تعادلات كتاني مجموعته. سيناريو اقسم بالله العظيم ما تشوفوش غير على يا اما ام بي سي 3 يا اما ام بي سي 2، فاهم؟ يا اما كرتون يا اما خيال علمي، ما ينفعش يبقى حاجه ثالثه غير كده. بثلاث نقط بثلاث تعادلات منتخب مصر قدر يصعد تاني مجموعته. انا مش عارف السيناريو مين حاطط السيناريو ده، ما اعرفش. وبعدين يعني عارف اللي هو جرى شويه افارقه ما تفهمش في ايه. وموزمبيق بعد ما زنبقتنا الحمد لله في المباراة الأولانية هي زنبقت غانا النهاردة. يعني لك أن تتخيل إن مباراة غانا وموزمبيق لحد الدقيقة 90 2-0 لغانا، لحد الدقيقة 90 2-0 لغانا. فأنت متخيل البومبو اللي هناك ده لما كانش عادل كان اتعمل فينا إيه؟ كنا قوي بقى، كنا كده. بس فالحمد لله في بعض الايجابيات وبعض السلبيات عايزين نتكلم عنها، مش في المباراه بس في اداء مصر في المجموعات كلها. يعني الحمد لله الاداء كان سيء. يمكن اول مباراه احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده جبنا جون في اول دقيقه وشويه، فقلنا خلاص تمام حلو، واضح ان هي فتحه خير. مصطفى محمد جاب لنا جون في موزمبيق. بعد كده اداء سيء الشوط الثاني في مباراه موزمبيق، اداء متوسط في الشوط الاولاني في ماتش غانا، اداء جيد جدا الشوط الثاني في ماتش غانا. في مباراه كاب فيردي النهارده الراس الاخضر ادينا شوط اول كويس معقول، الشوط الثاني ادينا شوط ثاني على المستوى الهجومي كمان كان هايل جدا. تأهلنا الحمد لله، تأهلنا الحمد لله للمره السابعه على التوالي في بطوله افريقيا. يعني احنا 7 مرات على التوالي نتأهل لدور ال16. مش انجاز يا جماعه، والله ما انجاز، بس احنا اللي عاملينه انجاز. احنا اللي صعبنا الدنيا على نفسنا. احنا كنا بنتكلم قبل البطوله هو مين هيتأهل اول، احنا ولا غانا؟ فاحنا صعبنا الموضوع على نفسنا لدرجه ان احنا بقينا حاسين ان تاهلنا لدور ال16 انجاز. هو مش انجاز يا حبيبي، هو ده الطبيعي، ده الطبيعي. بس الظروف اللي فيها منتخب مصر، الظروف اللي فيها اللعيبه، الظروف بتاعت المجموعه كلها برضو، خلينا نتكلم بصراحه. البطوله السنه دي غير البطوله السنه دي، المستويات فيها متقاربه جدا. يعني تقول لي النهارده كوت ديفوار صاحبه الارض والجمهور مستنيه بختها بقى تصعد احمد احسن توالت بعد ما اتغلبت النهارده. غينيا الاستوائيه تصعد اول مجموعه فيها نيجيريا وكوت ديفوار، تهريج. نيجيريا صاعده بالعافيه، غانا لسه هتستنى تشوف هتعمل ايه كاحسن توالت، واعتقد يعني فرصتها صعبه جدا. فلا البطوله صعبه ماشي، بس انت منتخب مصر يا معلم، انت المفروض يعني مستواك بيتحسن خلال البطوله. يعني خلينا برضو نتكلم في الايجابيات شويه، مش عايزين نسود الدنيا كده على طول. لا، مستوانا اتحسن كتير جدا خلال البطوله. الحمد لله فيتوريا الحمد لله حسيته شويه بيفهم النهارده، يعني حسيته شويه بيبدا يتعلم من اخطائه النهارده. يعني الحمد لله انني ما لعبش، وده حاجه كويسه. تريزيجيه برضو عمل هو نفس التريكات بتاع تريزيجيه الماتش اللي فات لما نزلوا الشوط الثاني. عجبني جدا كمان يعني كلام تريزيجيه وحجازي بعد المباراه. خليني برضه اقول لك الاول المباراه مشت على ايه وايه اللي حصل في الماتش، يعني من وجهه نظري الصغيره يعني. بس واقول لك ايه اللي حصل بعد كده. بس الماتش بدا الشوط الاولاني احنا نازلين كويس، التشكيل كان معقول، مش هقول لك ان هو يعني لا، الراجل خلاص يعني قال لك يجرب فتوح. وانا بصراحه خلينا بس متفقين على حاجه، احنا ما عندناش باك شمال في مصر. يعني هو احنا لو ينفع نجنس عليه معلول كنا جنسناه، بس احنا مفيش باك شمال في مصر، ولا فتوح ولا محمد حمدي. فتوح الراجل جابه وركنه، هو اصلا راجل مش فت، فهو كان بيلعب مع المنتخب وكان مأدي بشكل كويس، جابه وركنه الماتشين. فتوح النهارده نزل مفيش خالص، ابيض يعني. محمد حمدي لا، محمد حمدي في واد عندهم كده اسمه مش عارف معرفش اسمه ايه كده، الواد رقم 17 اللي هو الله يرعى ده، الواد ده كان على محمد حمدي واحده يا نهار اسود، عمل مروحه كده في انا ما اعرفش. محمد حمدي يا جماعه ضعيف، هو امكانيات الراجل مش ده باك شمال مصر الاساسي، بس هو ده اللي موجود، هي ده القماشه اللي عندك باك شمال تاني في مصر ما عندكش. فماشي ماشي. طيب ايجابيا او نتكلم عن الحاجات الايجابيه في المباراه، منتخب مصر سدد في المباراه اكتر من 25 تسديده، اي نعم 6 منهم بس في المرمى، وده يبين لك قد ايه انت عندك تسديدات كتيره جدا من غير تركيز. مصطفى محمد ما كانش مركز طول المباراه وكان عنده سوء توفيق جدا في المباراه. اي نعم هو سجل هدف. مصطفى محمد دي ميزه اللعيب الكبير، ان هو ممكن في مباراه هو سيء فيها بس يعرف يخطف لك ماتش، يخطف لك جون في ماتش زي ده يفوقك ويصعدك بيه. الشوط الثاني لما شفناه، لا في بعض التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني
على مستوى الاداء كمان كانت كويسه. يمكن الشوط الاولاني بس عايزين نتكلم الاول في حته الجون اللي دخل فينا في اخر الشوط الاولاني. الشوط الاولاني ما كانش برده في حاجه تذكر قوي، احنا كل ده تسديدات من بعيد، تلويش. عمر مرموش شاط كتير، مصطفى محمد شاط كتير، اكتر من لاعب كانوا بيسددوا، سوري احمد سيد زيزو اكتر من لاعب تاني كانوا بيسددوا برده. ماشي، الشوط الاولاني متوسط ما كانش احسن حاجه. نيجي بقى على الهدف الكوميدي اللي دخل فينا الشوط الاولاني ده، انا ما اعرفش فيه ايه، يعني ازاي ده جون يدخل فينا؟ احمد حجازي مع كامل احترامي ليه، لا مش ده احمد حجازي، مش ده احمد حجازي. وهو نفسه طلع اعترف بده بعد الماتش، قال لك احنا عندنا غلطات كتيره جدا، عندنا مشاكل كتيره جدا، محتاجين نبقى مركزين اكتر من كده، علشان اللي جاي ما فيهوش هزار، او اللي جاي خلاص ما فيش فرصه انك تعوض، انت يا كسبان يا خسران. كلام يحترم من كابتن منتخب مصر دلوقتي. فلا بس الجون اللي دخل فينا ده جون تهريج اقسم بالله العظيم، زيه زي الخمس تجوان اللي دخلوا فينا. يعني انت دخل في مرماك 6 اهداف بالظبط في البطوله، في 3 ماتشات، في 270 دقيقه دخل فيك 6 اهداف. كارثه سودة. يعني انت عندك مشكله دفاعيه بحت، ومش عيب خالص ان احنا نعترف ان احنا عندنا مشكله دفاعيه. العب يا سيدي 3 سيرد باك، العب ب3، العب بمنعم واحمد حجازي، والعب بياسر، العب 3-4-3 زي ما كنت بتلعب 3-4-3 قبل كده وكانت ماشيه معاك وزي الفل. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التمركز، ما شاء الله، سواء حجازي او يعني حجازي شويه، بس عبد المنعم بيقدم واحده من اسوأ بطولاته، سيء جدا، مفيش تركيز بجنيه، 6 جوان. احنا كنا بنقول محمد عبد المنعم وحجازي ده احنا يا جماعه اللي دخل فينا جون ده يعمل حفله، لا احنا دخل فينا 6 جوان في 3 ماتشات، اللي هو يعني ايه؟ طيب يعني ماشي، قدام الحمد لله برضو مدخلين 6 جوان في 3 ماتشات، فمعدل تهديفي جيد، لكن معدل تهديفي فينا منيل في نفس الوقت. الشوط التاني بدأ، كل الناس كلها مش متفائله خالص، 1-0 في الراس الاخضر اللي مريح لعيبه كتيره جدا، وفي نفس الوقت ادى قدامنا مباراه مميزه جدا. هم فرقه منظمه جدا للامانه، يعني الراس الاخضر فرقه منظمه جدا، على المستوى الدفاعي كمان فرقه منظمه جدا، عندهم بدنيا اقوياء جدا، عندهم سرعات كتيره جدا، تسديدات، كل حاجه. فرقه يعني محترمه جدا، والحصان الاسود في البطوله، والفرقه دي انا متوقع انها يعني ممكن تكمل وتروح لبعيد جدا في البطوله دي للامانه. منتخب محترم جدا جدا جدا، ولكن انت ما عندكش فرصه. انت داخل الشوط الثاني انت خسران 1-0 وخلاص، انت كده بره البطوله، لو انت استمريت 1-0 انت بره البطوله. الشوط الثاني نزل، شفنا تريزيجيه نزل قلب الماتش. خلينا قولا واحدا، تريزيجيه قلب الماتش. تريزيجيه احسن لاعب في منتخب مصر، خلينا نقول لك ال3 سنين اللي فاتوا، واللاعب الاكثر تاثيرا من اي لاعب في منتخب مصر اخر 3 سنين هو تريزيجيه، واحسن لاعب في منتخب مصر مع فيتوريا، ده بالارقام بقى. يعني احسن لاعب مع منتخب مصر مع فيتوريا تريزيجيه. الوحيد اللي انا حاسس ان هو عنده دم، الوحيد اللي حاسس ان هو محموق، عنده روح، عايز يلعب، عايز يجري، عايز، هو حتى انا شفت تصريحاته بعد الماتش، الوحيد اللي تصريحاته بتحس ان هي فيها باور. قال لك انا واعد اهلي، انا مش هرجع على البطوله يا عم بالاداء ده. هو حاسس ان انا هعمل اللي عليا وهموت في الملعب. هو قال كده، قال لك انا هموت في الملعب. انت لو عندك 11 راجل في الملعب بيلعبوا بنفس الروح دي وبنفس الفورمه بتاعت تريزيجيه دي، انت تاخد البطوله. لكن للاسف انت بتلعب رغم وصولك دور ال16 انت بتلعب في 6-7 لعيبه في الملعب مش في الفورمه بتاعتهم. الشناوي مع كامل احترامي ليه، الشناوي مش دي التوب فورم بتاعت الشناوي، ده مش الشناوي برضه. مش كل الاهداف ال6 اللي دخلوا فيه يعني يسأل عنهم، ولكن لا، الشناوي كان في بعض المواقف الاهلي كان بيبقى عنده كوارث دفاعيه والشناوي يشيل، لكن الشناوي حاسه في البطوله دي اداؤه عادي، مش في فورمته. ووارد على فكره، وتاريخه يغفر له، وهو بيأدي اللي عليه حتى لو مش في فورمته، بس الشناوي بيأدي الى حد ما. لا، انت عندك 6-7 لعيبه في الفرقه مش في الفورمه بتاعتهم. حجازي نفس الكلام، عبد المنعم نفس الكلام، محمد حمدي نفس الكلام. لا، زيزو لحد دلوقتي انا مش شايف، يعني ما حسيتش بزيزو، بخطوره زيزو في المباراه بصراحه.
يعني مصطفى فتحي الحبه اللي نزلهم في الاخر انا حسيت بيه شويه. زيزو ما حسيتش فيه في الماتش، مش في فورمته، رغم ان زيزو عنده احسن من كده 100 مره. ولكن انت عندك انت بتلعب عندك اكتر من 5-6 لعيبه من القوام بتاعك مش في فورمته. هل بقى دي ضغوطات؟ هل ده من الرطوبه؟ هل ده من الكلام ده كله؟ بس اللي جاي ما فيهوش وقت للكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. فاللي عاجبني في تريزيجيه ان هو عنده الروح. الهدف الاول اللي سجله 1-2 بينه وبين حجازي جميل، ضرب بيه دفاعات راس الاخضر كلها. اي دفاع منظم في الدنيا عايز تضربه عندك حاجه من الاثنين، يا تسدد تسديدات يا اما تلعب 1 تو هات، اللي هي الحاجات اللي هي الكور اللي خلاص بقى، الكور اللي بتربك الدفاع، الكور اللي ممكن تخلص لك قصه بين 4 لعيبه، ثرو لوب ثرو او ثرو باس او 1 2 او اي حاجه من الحاجات دي كلها. خلاص في 4 لعيبه كده تهلهلوا او 3 لعيبه تهلهلوا خلاص مبقاش موجودين. فالجون الاولاني شابوه بصراحه بالنسبه لتريزيجيه واحمد حجازي على الوان 2 اللي اتعمل، محترم جدا. بعد كده منتخب مصر هدي شويه، بعد كده منتخب مصر شفنا باقي التغييرات. انا بجد بجد عايز اشكر مروان عطيه وامام عاشور، الاثنين يعني بسم الله ما شاء الله في نص الملعب حاجه محترمه جدا، حاجه جميله جدا الاثنين بجد. يعني يا بخت الاهلي بيهم بصراحه. امام عاشور بيأدي بطوله بسم الله ما شاء الله بصراحه. يعني النهارده في الماتش كان بياكل الاخضر واليابس. نفس الكلام في مباراه غانا، امام عاشور ما يقعدش، مروان عطيه ما يقعدش خلاص. دي بقت مسلمات، المفروض المباراه اللي جايه انت هتلاقي الاثنين دول اساسيين ما يقعدوش. تريزيجيه ما ينفعش واحد بيلعب بالروح دي كلها. حلو ان انت يبقى عندك ورقه راحه بره، بس انا ممكن استفاد منه من اول الماتش. ما ينفعش يبقى عندي لعيب بالروح دي كلها ما استفادش من اول الماتش. عمر مرموش رغم ان هو ما كانش زي مباراه غانا بس كان بيأدي بشكل كويس النهارده. مصطفى محمد في الجون الثاني هو موجود. مصطفى محمد الجون الثاني ده هو خلق من كوره لا شيء لهدف عادي جدا. كان ممكن ما تبقاش ما يعملش الافورت ده كله والمجهود ده كله على الكوره، لكن هو من كوره ميته، من كوره معدومه، من كوره عادي جدا. كان صراع بينه وبين 2 مدافعين او بينه وبين المدافع وكان في مدافع تاني قريب منه، خلق منها عمل منها جول. وده مصطفى محمد رغم ان هو ما كانش موفق طول المباراه، لكن ده اللعيب النجم، ده اللعيب اللي اتحمل عليه، ده اللعيب اللي ممكن يكون في المباراه كلها فعلا سيء لكن يخطف لك جول وقد كان. فالحمد لله على المكسب. احنا كده لسه هنستنى هنلاعب مين من المجموعه السادسه لسه. ممكن تكون الكونغو، ممكن تكون تنزانيا، مش لسه هنشوف هنلاعب مين من المجموعه السادسه. ولكن يعني شكرا جدا لموزمبيق. لازم نعترف للناس دي بصراحه بتعبهم معانا، موجودهم معانا. موزمبيق فرقه محترمه جدا جدا، فرقه جايه في افريقيا تتعادل مع منتخب مصر، تتعادل مع غانا وتاخد نقطتين. لا انت فرقه كويسه جدا. تعادلوا مع غانا وانا بقول لك لحد دقيقه 90 كانت غانا 2-0. فتخيل انت بعد ما دخل فينا احنا الجول الثاني بقى اللي في اخر الماتش اللي مالوش اي 30 لازمه ده، اللي برده خطا دفاعي اهبل، يعني خطا دفاعي اهبل الجول الثاني ده. تخيل ده لو النتيجه بقى كانت هناك 2-0 لغانا، هنبقى 3 نقط بقى ونقعد نعد ونشوف لسه هنصعد احسن توالت ولا لا. يعني ربنا يكرمكم زي ما زنبقتوا غانا زنبقتونا الحمد لله، بس ماشي احنا ما عندناش مشكله طالما صعدنا الحمد لله. المباريات اللي جايه صعبه، المباريات اللي جايه ما فيهاش هزار. وابوس ايديكوا اخر جمله هقولها، بلاش حركه ان احنا نرفع تيشيرت لاعب وان احنا ندعم لاعب والنبي انا شفت الموقف ده فين قبل كده، يعني فين اهو نفس الموقف واتخزوقنا. فارجوكوا بلاش كده. انا ماليش دعوه انت بترفع تيشيرت صلاح ليه يا عم، تلعب لام المنتخب اللي بتلعب فيه، مالكش دعوه بحد. ما تدخلوش نفسكم في مشاكل تانية بتاعت حد. خلاص صلاح ما يا عم مشاكله ويحلها مع نفسه. انتوا 26 لاعب في منتخب مصر لسه في القائمه موجودين. فما كانتش حركه لطيفه ولا موفقه من مصطفى محمد اللي هو عمله، يعني ان هو يرفع تيشيرت محمد صلاح دي خالص. مش عايزين كده. العب لمنتخب مصر، ما تشتتش دي في حته تانية ارجوكم. ان شاء الله يعني الحمد لله على التعادل. مش هنقول المكسب بقى، الحمد لله على التعادل والحمد لله على الصعود كتاني رسمي من غير ما نخش في وجع دماغ وحسابات، بسيناريو طبعا صعب جدا. ولكن ان شاء الله يا رب يكون لنا فرصه في اللي جاي. عادي احنا على طول احنا كمصريين بنموت في ضيق التنفس. عادي احنا ممكن نصعد بالتيله، بس في الادوار الاقصائيه ان شاء الله يا رب ان شاء الله انا حاسس
ان المباراه كاف فيردي والصعود ده هيكون ان شاء الله نقطه فارقه في منتخب مصر في البطوله دي، ومع شويه تركيز دفاعي من فيتوريا ومن اللعيبه وشويه تغيير في الخطه. والحمد لله الراجل مش قافل دماغه، الحمد لله ان هو مش قافل دماغه، الحمد لله ان هو بيتعلم. ما ينفعش تتعلم في البطوله بس ماشي، يعني انت بتتعلم، لان شفنا النني وحش خلاص غيرناه، شفنا تريزيجيه عمل لقطه حلوه فبنكمل فيها. انت محتاج بس تظبط الشق الدفاعي جدا 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 جدا. شفنا امام عاشور بيلعب كويس خلاص ثبتناه اساسي، ولكن انت محتاج مجهود دفاعي كبير جدا علشان اللي جاي مش هينفع انت تخش فيك جونين كل ماتش دي. مفيش فريق بيكسب بطوله بالكلام ده. يعني مارشيلو ليبي كان بيقول لك كده، المدرب الاسطوري لمنتخب ايطاليا كان بيقول لك انت لو عندك هجوم كويس هتكسب مباراه، عايز تكسب بطوله لازم يبقى عندك دفاع كويس، دفاع قوي. فمنتخب مصر طول عمره في اي بطوله بيكسبها في بطولات افريقيا بيبقى عنده دفاع قوي جدا. فان شاء الله تبقى نقطه تحول بالنسبه لنا، وان شاء الله يا رب ان شاء الله انا متفائل بالسيناريوهات اللي بتحصل دي كلها، عشان ان شاء الله يا رب توفيق ربنا يبقى معانا. السلام عليكم.